تفضل سيد النائب. شكرا سيدة رئيسة. السيد الوزير المحترم، ينتظر المتتبعون أن يكون الإصلاح التكوين طبي واسع وشامل يتماشى مع التطور اللي عرفوا هذا المجال كيف جعل لسانكم باش يكون فعال ويحفظ طبعا ذاك الجودة والكفاءة والمعادلة ديال التكوين الطبي المغربي كما كان دائما، وخصو يبقى كذلك. إذا هذا الإصلاح هذا ما خصوش يكون هو جزء لا يتجزأ، وما خصوش يصبح مقتصر غير على تقليص سنوات ديال الدراسة. السيد الوزير، مع الأسف هناك تأخر كبير في الإعلان عن الخطوط العريضة ديال المسار التكوين الطبي بالمغرب المزمع تنظيمه، اللي خلاه من بعد ما استقبلوه الناس بواحد الإيجابية هذه سنتين، اليوم الضبابية اللي خلاه هنا اليوم واحد تذمر وخلاه واحد عدم الانتظارية خلاها كبيرة، وهذا تيهدد هذا المسار ديال التكوين الطبي اللي هو أساسي بالنسبة للإصلاح. شكرا سيد النائب المحترم.